لتصفية ذهنك، تنفس بعمق أو تمارس التأمل. ده بيخلي دماغك وراسك أوضح وبيساعدك تستقبل الحياة بسلام أكتر. الصبر مع النفس، التسليم مش بيحصل بين يوم وليلة، هو رحلة طويلة وانت بتتدرب عليها خطوة بخطوة. كن لطيف مع نفسك، ما تضغطش على نفسك تكون مثالي بسرعة. طلب الدعم عند الحاجة، لو حسيت إنك محتاج مساعدة نفسية أو حد تسمعه، ما تترددش تدور على صديق أو مختص نفسي. الدعم مهم جدا عشان تستمر في رحلتك. التسليم في العلاقات سواء كانت صداقة، حب، أو حتى عائلية، لازم نفهم إننا منقدرش نتحكم في مشاعر أو تصرفات الآخرين. لما تحاول تفرض توقعات كبيرة عليهم، هتتعرض للخذلان والضغط النفسي. التسليم هنا معناه تحب الناس من غير شروط وتتقبلهم زي ما هم، بدون محاولة تغيرهم أو تصحيحهم. التسليم في العمل والدراسة، غالبا بنبقى مضغوطين بسبب الشغل أو الدراسة وبنحاول نسيطر على كل حاجة.